رجعنا لكم تاني، والتحكيم مع جريشة في مكسرات النجوم. لو سألت أي حكم في مصر، أي حكم في مصر، مين اللي له دور كبير مع كل حكام مصر أو معظم حكام مصر؟ في اسم دايما يتردد، يتقال عليه يعني مش جندي مجهول، هو جندي معلوم. كل حكام مصر يعني بيكدوا له كل احترام وكل تقدير، لانه له دور مع معظم حكام مصر ان لم يكن 90 95% من حكام مصر. حكام كتير كان هو السبب في دخولهم التحكيم المصري، حكام كتير ساعدهم، وقف معاهم. قهوه العباسيه ديت المحطه الرئيسيه لكل حكام مصر. دايما نستناهم، دايما نتكلم معاهم بخبراته، ويضيف لهم محاضراته، شغله في القانون. لو اتفرج عليك يديك الخلاصه بعد الماتش، في كذا وفي كذا وفي كذا، كنت بتفكر في ايه وانت بتحكم؟ هقول لك انت كنت بتفكر في ايه. كل ده كابتن خليل حامد. كابتن خليل حامد مشرف ومنور، ودايما بسعد بيك كابتن خليل. صباح الخير. صباح الخير يا كابتن خليل، كل سنه وحضرتك طيب. انت بالصحة والسلامة، وتحياتي ليك وتحياتي للسادة المستمعين وأسرة البرنامج وأسرة التحكيم. كابتن خليل، لسه بقول انت من الناس اللي لها دور كبير في التحكيم المصري، دور معلوم محدش ينكر ده. في حكام كتيره دخلتهم، منهم حكام الموجودين اللي شرفونا في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت، انت كنت مدخلهم التحكيم. ودورك كبير جدا، وكل الناس، كل الناس مش واحد بس ولا لجنه بس ولا كل اللجان تعترف وتقر بدور كابتن خليل حامد مع التحكيم المصري. والله ده واجبي، وإن كان يعني في عهد هذه اللجنة أنا ماليش دور. اللجنه الحاليه. لأن أنا راجل عديت ال70 سنة، ورغم إن أنا بقدر أمشي ونظري كويس وصحتي الحمد لله لحد ما كويسة، تمام. لكن ماليش دور مع اللجنة. يعني أنا عديت ال70 سنة. كابتن خليل، حضرتك حتى لو 100 سنة، انت حضرتك بخبراتك بتفيد التحكيم المصري طول الوقت. وطبعا اللي حصل ده، طبعا احنا كلنا قلنا واتكلمنا ان الخبرات الكبيرة زي كابتن خليل حامد وغيره كتير لازم يبقى لهم دور، ودور كبير في التحكيم المصري. كابتن خليل، حبيت اسألك عن ذكرياتك في رمضان وانت كنت حكم. تكلمنا برضه عن ذكريات حصلت معاك في رمضان وانت كنت حكم. والله ذكرياتي في رمضان كده يعني ذكريات جميلة، ودايما كنا بنسافر ونفطر بقى في الطريق، يعني بنقضي وقت كويس أوي أوي أوي. لكن أتذكر موقف لأيمن دجيش شفته. اه. ما كانش هو بيحب يلعب في رمضان، وكان في ماتش في المنطقة كده 20 سنة قبل الفطار. كان بيحكمه صفارة ولا كان ساح ولا كان لا مساعد؟ لا لا لا، كان مساعد. كان مساعد. ورفض الحكم يحكم في رمضان، والمساعد الثاني كان اسمه احمد نور رفض يحكم، فلبسوا ايمن دجيش. تمام. ايمن دجيش يقول لهم انا مش قادر، انا ما تمام. بقدرش. كان كويس ان انا جيت. وبعدين راح محكم. فمن سوء حظه الماتش كان الساعة 3، اه. والماتش فيه ركلات ترجيح، اتعادلوا وعمال يلعب في ركلات ترجيح. يا ابني العب، انا مش قادر اتكلم، اه. بقي مش قادر. ونهاريها نسي مش عارف ايه ونسي ايه ومشي يعني. يعني فذكريات جميلة في رمضان. الواحد كان بيحب يلعب حتى في رمضان، والواحد صايم كان بيحب يلعب ماتشات وبيأدي اللي عليه يعني. كابتن خليل، ما ينفعش تبقى معايا وما اسالكش عن اخر تجربتين للرؤساء لجان الحكام الاجانب، مارك لاتنبرج ودلوقتي فيتور بيريرا. رايك في التجربتين ايه؟ والله التجربتين، التجربة اللي فات اللي بتاع كلاتنبرج أفضل من التجربة دي. تمام. التجربة دي للأسف عملوا لائحة نقلا عن لائحة الاتحاد البرتغالي. اه. يعني نقلوها بالحرف، دون اه. مراعاة إن مصر ليها ظروفها الخاصة ومستوى ثقافي واجتماعي وظروف مادية وكده يعني. إنما خدت بالك دي نمرة واحد. وعملوا تصنيف، صادفوا الهوا كده، ولا تصنيف كده بالمزاج، اه. ادى الى ان في ناس بتلعب في الدوري الممتاز مستواها لا يرقى للدوري الممتاز، وناس في المحترفين مستواها لا يرقى للمحترفين، وناس مستواها في المحترفين المفروض تلعب دوري ممتاز. امم. ناهيك عن المقاسي اللي في القسم الثالث، تمام. مقاسي يعني، مقاسي تحكيميه.
وطبعا كله بيقول لك خبير اجنبي والعمليه نايمه. بالاضافه ان المراقبين كمان في مشكله في المراقبين، اه. اغلبهم مراقبين جداد، ولدرجه ان في حكم قال لهم في اجتماع من اسبوعين، قال للجنه اه. ان المراقبين دول اللي انتم بتعتمدوا عليهم انا ما شفتش حد فيهم، ما شفتش كتير منهم ما بيلعبوش ما لعبوش حتى في الممتاز دي. تمام. وبالتالي مع ان في نسبه قليله جدا من المراقبين كويسين صراحه عشان الواحد عشان الامانه. تمام. امين، تمام. لكن المراقبين دول هياخدوا بتقييمهم اخر السنه، فيبقى التصنيف على هذه التقارير مؤسف جدا، يعني هيبقى النتائج اسوأ من اسوأ الى اسوأ. متوقع الفتره اللي جايه بالمنظر ده تحكيم مصر راح فين؟ لا التحكيم المصري يعني انت ما شفتش الدوليين ومشاكلهم يا عيني. معاناته. يعني الدوليين هل يتساوى حكم دولي مع حكم درجه اولى في عدد المباريات؟ استحاله. في فروق فرديه، والا ما بقاش ده حكم دولي. صحيح. ده يلعب وتواصل الاجيال لابد انه يتم، لكن في فروق فرديه، في مستويات، في مباريات فيها ضغوط ما يتحملهاش غير فلان او فلان او فلان من الحكام الدوليين او من حكام الدرجه الاولى كويسين قوي. ايوه. خدت بالك؟ انما مش هتساوي كل حكم درجه اولى تساويه بحكم دولي. هي مش قعدوا معاهم في اجتماع قالوا لهم لا 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 تعالوا شوفوا، وعاملين حاجات على الكمبيوتر، اه. وقالوا لهم لا 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 ده انتوا كده مش عارف ايه، انتوا لعبتوا ايه، انتوا لعبتوا والناس دي لعبت. وقام بقى 2 3 من الحكام الدرجه الاولى اللي استفادوا من اللعب قال لك ده في عداله وفي، ما هو العداله بالكفاءه مش ص... العداله في العدد. صحيح. ما احنا في الاخر مش شؤون اجتماعيه، احنا ما بنوزعش ماتشات مجرد شؤون اجتماعيه، القصه في الاخر ايوه الموضوع كل واحد ياخد حقه والتارجت صحيح، بتاعه. لازم تبقى على انك بتعد حكام للمستقبل. ده صحيح. مطلوب، ولو ما عملتوش تبقى جريمه، لكن ما ينفعش تساوي فلان وفلان. بالاضافه عدم الاستفاده من ناس كتير قوي، كاب... عدم الاستفاده من ناس كتير قوي. كابتن على سبيل خليل. المثال اتفضل. حضرتك انت فين من التحكيم؟ انا موجود في الراديو وموجود في التحليل. لا سيبك من التحليل، اه. التحليل ده شغل، لكن انت فين انك تفيد التحكيم المصري عملي؟ فين الدورات اللي ادوها لك يأهلوك وانت عندك خبرات؟ رحت كاس عالم ولعبت مباريات من اصعب المباريات واحتكيت مع اوروبيين، انت فين؟ كل شيء باوان يا كابتن خليل. مثال والحظ. كل شيء عندنا باوان. كمان عندنا واحد كمان خبير، اه. كابتن عصام هو بره مصر. اه. عندنا واحد امر دوري اه. في الاتحاد الدولي بأحد خبراء الفار في العالم. هو فيلم التحكيم. هو فيلم التحكيم، يعني كان في اندونيسيا وجي من اندونيسيا طلع عمل لهم كورس فار استمر شهور. تمام. وجي على عمان منح، عمل الامتحان النهائي وعمل ادى، هو اللي وافق على منح الرخص عن طريق، وهو بيمثل الاتحاد الدولي في اتحاد عمان. ايوه. احنا فين من الكلام ده؟ كابتن فين من الكلام ده؟ كابتن خليل احنا طول الوقت بنتكلم في ده وبنشرح في ده. بستأذنك، حاولت في منطقة القاهرة ان انا يعني مثلا جبت الكابتن امين عمر بعد ما جه ادى محاضرة للحكام. صحيح. جبت الكابتن محمود ابو الرجال، وكنت اجيب بقى رمضان جه علينا كنت اجيب الكابتن البنا. الناس تستفيد صحيح. لما بتسافر. يعني زي ما قلت ان الكابتن جاد جريشه ده سافر واحتك واكتسب خبرات، ليه ما استثمرهوش؟ بس كنت انا اللي ماليش موقع في التحكيم غير ان انا كنت حكم قديم، بحاول اخلي الحكام تستفيد من الخبرات دي، صحيح. وانا كمان بستفيد. طبيعي. ربنا ربنا يجيب الخير للتحكيم المصري يا كابتن خليل، ربنا يجيب الخير للتحكيم ربنا المصري. يجيب الخير. كابتن خليل كل سنه وحضرتك طيب، ورمضان كريم على حضرتك ولكل اسره وكل اسره تحكيم مصر ان شاء الله.